ايه يا اسطى عامل ايه؟ ما قلتليش عملت ايه مع ابنك؟ طمني. الواد ابني ده ابن كلب والله، مش سمعت كلامك وجبت له عجلة عشان يلعب بيها ويحرق حبة دهون ويخس كده بدل ما هو عامل زي الخرتيت. اكتشفت ان الواد عمال يتخن اكتر. ازاي يا عم؟ هو مش المفروض يخس؟ ولا ابنك ده كل ما يعمل مجهود يتخن؟ لا اله الا الله. لا يا عم، ده الواد طلع صايع كبير. في يوم عملت نفسي نازل رايح الشغل واستخبيت بعيد، قلت اشوفه هينزل بالعجلة يلعب ولا ايه. لقيته بعد شوية نازل وقعد قدام باب البيت، حط العجلة، وفجأة العيال كلها اتلمت طابور، وكل واحد بيأجر منه العجلة لفة ويديله فلوس. يقوم هو بقى يشغل دماغه ويخلي واحد من اللي في الطابور يروح يجيب له أكل بيهم. يا ديني على الدماغ، ايه ده؟ قنبلة. الواد طلع صايع فشخ، وانا اقول الواد ما بيخسش ليه؟ حتى مش مكلف نفسه يروح هو يجيب. واد كسول عامل شبه الخرتيت. الواد ابنك ده حوار. تخيل بقى طول اليوم يقعد يأجر العجلة وياخد فلوس يجيب بيها اكل، هيخس ازاي؟ الواد ابنك ده مشكلة. اضحك يا عم اضحك، هو انت خسران حاجة؟ صحيح مفيش عندك فكرة حلوة كده غير العجلة دي؟ شوف لنا حل الله يبارك لك، الواد بيضيع مني والله، خايف اخد منه العجلة معرفش اكله. طيب من عناية اشوف لك، بس سيبنا مخمخ. بس الواد ابنك ده حوار، محتاج له فكرة كده من جوه الصندوق.